دقيقة. فالسلام عليكم طلبة، هذا الفيديو سريع، ما أقدر أطول مرة، ما أقدر أطول. هذا الفيديو عبارة عن بلعب جيم أو جيمين. تخيل إني أنا بروح أنام كذا ليل كذا، جو كذا كئيب، بس على قولة عبد الرحمن المالكي برضو فلة. إجازة، اختبارات، قرف، الحمد لله. واه فرحان ترقص، شغل خلصنا الامتحانات. بعدين مشكلة، يعني تخيل النسبة، النسبة يا رب ارزق لكل واحد تابع هذا المقطع نسبة 98 أو 99%. يا رب ارزقنا النسبة الكويسة، يا رب، يا رب ارزقنا النسبة رب العالية، يا رب، يا رب ما نخفق ولا درجة. كل واحد يشوف هذا المقطع ويحط لايك واشتراك، يا رب انها تنجح، يا رب كلنا يا رب، واعتر تقهر يعني، لف للقهر يعني. ذكرنا بإذن الله نرجع الاختبارات، القرف، القلق. يب في حاجة تقهرك، تكون فرحان انك خلصت اختبارات، خلصت قرف، رجعت للايباد، رجعت للسوني. لا يا حبيبي، تذكر النتيجة، تذكر ان النسبة كم راح تكون، تذكر مو بس تختبر توقع وبس. يجيك واحد موقع لي CR7 في المدرسة، انا عشان ورقتي توقيع حرفي حرف العين عمر. واحدة موقع CR7 والثاني موقع H، والثاني موقع H، واحد موقع عافية. أرقام غبية وغريبة، موقعين أرقام غبية، أرقام حرفيا أرقام حرفيا. لما تسمعها تقول ليه الموقعين زي كذا، يعني كذا تسمعها تحسبها غباء. فهمتم قصدي؟ كذا تحس الأرقام، تحس الأرقام. يا أخي والله كل ما أتذكر إني خلصت الامتحانات 0 3 ساعات، أتذكر إن كم النسبة بتكون. بإذن الله بكرة بتطلع النسبة، وبكرة بإذن الواحد الأحد إذا جبت نسبة 100 أو أقل فأوكي، أنا ما راح أفرح. الحين أنا فرحان إني خلصت الاختبارات. عندي فرحة ثانية، واللي هي فرحة وش هي فرحة إنك طلعت النتائج، وبإذن الله كلنا نكون من الناجحين، ورمضان قرب إن شاء الله نكون صوامه وقوامه. أنا أمي عندها قانون، هذا القانون يضغطك. ليه؟ تخيل إنه برمضان أول أسبوع بداومه كله قلنا ما في شيء، تمام أوكي نحن راضين. ثاني أسبوع بداوم منه 4 أيام، تمام أوكي راضين. والأسبوع الثالث تقريبا يا بداوم يا 4 أيام يا 5 أيام، بس تقول يمكن تداوم 5 أيام، قلنا تمام. بس قلنا طويلة نداوم 3 أسابيع، مع إننا ننقص يوم أو يومين بس من 3 دي كلها، بس هذه الإجازة حقتي. يعني تخيل تداوم 3 أسابيع، لا يا الغبا، 3 أسابيع تروح رمضان كلها دوام. شيء يقطع جد. أخو القهر يلعب، استغفر الله. نسيت اني سبيت، استغفر الله، نسيت اني في هذا قاعد اصور لكم الحين سب بشكل لا نهائي. ف الحين يعني هذا يعني والله يعني شعور، يعني كيف قاعد يكتب هذا؟ انت كيف قاعد يكتب هذا؟ هذا لقيت معاه بالحظ يبوي، والله لقيت معاه ذا بالحظ، لقيت معاه ذا ماشي بالحظ. ليش؟ اطلع من ذا المكان يا يويو ABC مدري شو اسمه. لجن الله يا الغباء، لجن الله يا الغباء. دي براحتي تحاول تهرب، شوف الراحة ذي جيت لا شكلها، ولا تعرف مكان سري ولا.
يقول كله طق 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 طق. انا طفشت خلاص بقفل الفيديو. بكرة الله يعيني ورايا ايش ورايا بكرة نحن مشغولين. تخيلوا ان نحن بكرة مشغولين وبعد عندنا جمعة وبكرة مدرسين. يوم السبت عندي مباراة الاتحاد الهلال. يا ويلي 3 أيام ورا بعض تقريبا. كمان اشي عندي كمان يوم السبت. انا صار هذا الجدول. تخيلوا يعني باركولي صرت زي المتخرجين. متقاعد مؤقت. اسميه لي متقاعد مؤقت يعني ما عاد افرق بين الجمعة والسبت. مثلا جاء الجمعة ما نقول باقي يوم او يومين على المدرسة على حسب ما انتم تقولون. يعني اذا جاء الجمعة انا ابدا ما احس بالشعور اللي دائما احسه. ولكن غصبا عنك تحس انك متعود على هذا الشيء. انت متعود على هذا الشيء فغصبا عنك تحس بهذا الشعور اللي انت ما تبغى تحسه. فانت غصبا عنك تحس هذا الشعور. يعني ما عاد نفرق بين الجمعة والسبت. وبيجي رمضان اول يوم نكون بالبيت نصوم اول يوم مرتاحين. كيف اقنع الوالدة يوم اني اغيب؟ يا اخي ما لي دخل دوام في رمضان. يا اخي ما لي دوام في رمضان يا اخي. نفسك عدوك مريضة. كيف لي يا كلبة يا خطوط هي كيف حقودة تاخذ الشريف ليه؟ لو اني ما كان اعطيتها واحدة في جبهتها ما تنساها لما تحمل تولد. تقول والله واحد انا صغيرة طلق علي في جبهتي في نمتو. بس يسموني الظاهرة عام الراب. انا يجيبني الحماس يجيبني متحمسين. على فكرة انا قاعد اصور مقاطع ذكري الحين مدتها 10 دقائق حذفتها. صورت مقطع اليوم 10 دقائق ومنتجته كان باقي شيء حذفته. فين قهر يعني حذفته. فبس